السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة وصفة مكرونة محمرة، وصفة بسيطة وسهلة طبعا، الكل بيعرف يعملها، محدش هيتوه عنها، بس انا هوريكم طريقتي فيها، هتحبوها جدا. تابعوا معايا الفيديو بإذن الله يعجبكم. على فكرة احنا بنحب المكرونة يكون فيها صوص شوية، ما بنحبهاش ناشفة، فتابعوا معايا واعرفوا طريقتي عاملة ازاي. بإذن الله تحبوها ومش هتبطلوا تعملوها. انا معايا 3 حبات من الطماطم، مكعب مرقه هفرمهم بقى في الخلاط. دلوقتي الحله بتاعتي هنزل بقى في شويه زيت واخليهم يسخنوا، وانزل بقى بكيس المكرونه بتاعي، كيس نص كيلو. هحمرها بقى، ده تحميره حلوه، بحب لونها يبقى دهبي. هقلبها كويس جدا، اهم حاجه في التقليب ايدك تبقى فيها على طول عشان ما تبقاش حبايه وحبايه. عايزه اقول لكم المكرونه دي طلبات بنتي بتحب المكرونه المحمره، فانا حبيت اعملها لها. طبعا هي وصفة سهلة يعني، والمكرونة المحمرة طبعا الكل بيعملها، بس كل واحدة بيبقى لها طريقة شكل، فانا حبيت اوريكم طريقتي وانا بعملها. اهم حاجة بس تقلبي فيها كويس جدا. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها بقى ذهبي وجميل ازاي. كده بقى هنزل بعصير الطماطم بتاعي بقى اللي انا ضاربة معاه مكعب مرقة، وبعدين هنزل بمعلقة صلصة، وهزود بقى المية، بس انا بحب المية تبقى زيادة شوية عشان انا بحبها ما تبقاش ناشفة، بحب يعني احنا بنحب ناكلها بيكون فيها صوص كده، بتبقى طعمها احلى بصراحة. كده هي غليت كويس، ههدي عليها بقى شمعة واسيبها تستوي مع نفسها وارجع لكم بعد ما تستوي. كده الشكل النهائي بتاعها ما شاء الله بعد ما استوت. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا بجد، بامانه والله تحفه. كده بقى ايه، هقدمها. شايفين لونها احمر وجميل. شايفين فيها نسبه صوص كده بسيطه بس حلوه جدا، يعني احسن ما بتكون ناشفه، الاولاد يحبوها كده. وكده بقى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتسيبولي تعليق حلو. دمتم سالمين حبايبي.